خبز السحور الهش اللي احنا بنجيبه من الأفران عملته في البيت بطريقة بسيطة جدا وسهلة، بس مجرد مية ودقيق. يلا بينا نصلي على الرسول واشوف عملت الفيديو بتاعي هنا ازاي. بس يا ريت لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت ما تنسوش لايك وشير للقناة. هنا بقى كان معايا معلقتين كبار من الخميرة الفورية، عليهم كمان 2 معلقة من السكر الحبيبات، تلت كوباية من المية الدافية، وكمان قلبتهم مع بعض وسبتهم علشان خاطر الخميرة بتاعتي تشتغل. اول لما تشتغل هجيب بقى معلقتين كبار من السمنة الدايبة اللي هي السمنة السايحة العادية، وكمان معلقة صغيرة من الكمون الحصى، وكمان معلقة صغيرة من حبة البركة ممكن تقدري تستغني عنهم، وكمان كوباية من الدقيق، لا قصدي كوباية من المية اسفة، وهقلبهم مع بعض كويس. هجيب بقى كوباية من الدقيق الابيض متعدد الاستخدام العادي جدا، هحط معلقة ملح، وبعد كده هحط كوباية الدقيق التانية. انا هنا استخدمت 4 كوبايات دقيق، وبحطهم واحدة واحدة علشان خاطر بصوا عايزة افضل اقلب فيها كده واعجن فيها وقت اطول، علشان خاطر تكون العجينة بتاعتي هشة كده ومش مكتومة، عايزاها تطلع زي بتاعت الأفران بالظبط. حطيت الكوباية التالتة، والكوباية الرابعة ديت بقى ببتدي احطها ربع ربع، بفضل اعجن فيها كده وامط فيها علشان خاطر عايزة الجلوتين بتاعها يشتغل وتكون بتمط بالمنظر ده. اخر بقى ربع كوباية بحطها كده وابتدي بقى اعجن في العجينة كده على الرخامة، واشد فيها كده لحد لما العجين دوت يتساب من ايدي كده ويطلع من ايدي بالمنظر ده. هحط بقى اخر حبة دي وهعجنها بقى كده كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، لحد لما تبقى بالمنظر ده ناعمة كده وجميلة. وبصوا اول لما تضغطي عليها جامد كده تحس انها فيها تلزيقة خفيفة كده بالمنظر ده. هحط بقى هجيبها في الطبق بتاعي واسيبها بقى تخمر وكميتها تتضاعف، تبقى بالمنظر ده ما شاء الله اللهم بارك. بصوا حلوة جدا. هبتدي بقى انزل كده منها الهواء، اخرج منها الهواء، وهبتدي بقى الفها كده واعملها قرص كده، كور كده، ان هي على قد الحجم اللي انا عايزاه بتاع القرص او الترسة اللي انا هعملها. بصوا لما باعمل القرص بضغطهم كده مع بعض وبعملها زي كورة كده زي ما انتوا شايفين، وبحطهم بقى على جنب. اول بقى بخلص العجينه بتاعتي بجيب اول واحده عملت يعني قرصتها عملتها كوره، وببتدي بقى اجيبها بتكون ارتاحت معايا برش شويه دقيق زي ما انتوا شفتوا كده، وببتدي افردها على الرخامه. لو بتكون بتلزق معاكم وبتلزق كده بترشوا شويه دقيق كده زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، وهفردها بقى مع بعض. هنا هفردها يعني بتاع نص سنتي كده، حاجات بسيطه هتكون يعني رفيعه، وما تكونش برضو رقيقة قوي السمك بتاعها علشان خاطر ما تتقطعش معاكي. هنا بقى انا هعمل الترسة بتاعتي وهحشيها بالجبنة اللي هي الحادقة. طبعا تقدري تحشي اي نوع بتفضليه وبتحبيه، انا هنا كانت معايا الجبنة الناشفة اللي هي الحادقة ديت، وما بحطش كمية كبيرة قوي علشان خاطر ما تطلعش معايا الترسة حادقة. ممكن طبعا تعملوها حلوة بالعجوة، بس في الوقت دوت طبعا مش هتحطوا ملح كتير، يعني يا دوبك هتكون رشة بسيطة، وهتزودوا السكر وكمان هتشيلوا الكمون وحبة البركة، وتقدروا طبعا تعملوها حلو ساعتها. هنا بقى الطرف بتاعها بمسحها بشوية مية علشان خاطر تقفل معايا كويس وما تكونش تفك معايا بعد التخمير او بعد التشكيل. هنا بقى هحط شوية دقيق كده بس على الرخام علشان خاطر كان في مية مخلياني مش عارفة افرد الترسة بتاعتي. انا بفردها كده هنا بشكل اسطواني زي ما انتوا شايفين بالطول بالمنظر ده، وبعد كده بقى ببتدي اتنيها على بعض، بقفلهم كده على بعض وبلفهم بقى حوالين داير كده. بصوا زي ما انتوا شايفين اللي بلفهم حوالين بعض عكس عكاس، يعني الايد دي بتلف عكس الايد التانية بيطلع بالمنظر دوت، وبقفلهم بقى على بعض. وبعد كده بحطها في الصاج بتاعي، كان 30 في 40 مسحاه الصاج بشوية زيت، وبعد كده بامسح بقى وش العجين بتاعي دوت بشوية زيت على مية كده، وبمسح الوش بتاعي وبسيبها بقى تخمر. اهم حاجة
التخمير علشان تطلع معاكم هشة. بصوا ما شاء الله حجمها اتضاعف هنا ازاي، سبتها طبعا لما خمرت. في الصاج بتاعي اهم حاجة انك تسيبي مساحة ما بين كل واحدة وواحدة عشان لما تخمر ما تلزقش في بعض. هنا بقى هعمل اللي هي القرص بتاعة السحور او عيش السحور. برضو برش شوية دقيق وبفردها بقى هنا، واهم حاجة ان يكون السمك بتاعها ما يكونش رفيع علشان خاطر تنفش معاكم في الفرن وتكون حلوة وهشة، وكمان ما تنشفش معاكم. بس مجرد ان انا بفردها، بس بفردها كده فردة بسيطة بالمنظر دوت، وبنفضها من الدقيق، وبرضو بحطها في الصاج بتاعي بيكون ممسوح بالزيت، وبمسح كمان وشها برضو بالزيت والمية واسيبها تخمر. طريقة التسوية بتاعتي بقى، بشغل الشواية وبشغل الفرن بعد ما يكونوا اهم حاجة ان هم يكونوا خمروا جامد. هنا بقى عملت برضو رغيفين كده علشان خاطر كنت بصراحة عايزة اجرب العجينة انها هتنفع معايا في العيش الفينو ولا لأ، بس بصراحة طلعت خرافية، ما كنتش مصدقة بصراحة النتيجة. بصوا طلع هش جدا وجميل ومش مكتوم، وبجد عجبني جدا. ان شاء الله هعمل لكم فيديو مفصل لكمان العيش الفينو. هنا بقى الترسة بتاعتي، بصوا عملتها ازاي هشة كده وجميلة. ديت طبعا اللي محشية، ما شاء الله بجد كانت مفرغة كده من جوه. بصوا كانت حلوة حقيقي بجد، هشة وجميلة. اهم حاجة في الفيديو ده يا جماعة التخمير بعد طريقة التشكيل. كل ما هتكوني مخمراها وقت اطول كل ما هتكون هشة وجميلة بالمنظر ده. بصوا بقى شايفين القرص بقى او العيش بتاع السحور عامل زي لكنه سفنج كده. بصوا ما شاء الله. طبعا هنا بصوا شايفين طريقة التسوية من تحت كانت يا دوب بس اخده لون مصفر، حاجات بسيطه، ما تحمرهاش جامد قوي عشان خاطر ما تنشفش معاكم. ينفع كمان تفتحيها سندوتشات كده. ريت لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش لايك وشير القناه، وتشيروا الفيديو لاكبر عدد ممكن. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.